حصل انفجار ضخم في محافظة زانان الإيرانية، ووسائل الإعلام الإيرانية بتقول إن على الأقل 14 فرد من الحرس الثوري الإيراني اتقتلوا، بس سبب الانفجار ده لسه غامض ومحدش عارفه. وبحسب البيان الرسمي نفسه، وده جاي من الإعلام الإيراني، هم بيقولوا عليه إنه ذخيرة غير منفجرة، يعني قنبلة من اللي طيارات إسرائيلية أو يمكن طيارات أمريكية رمتها وقت الحرب وما انفجرتش، ودلوقتي كانوا بيحاولوا ينقلوها أو يعملوا فيها حاجة فانفجرت، واتقتل 14 جندي من الحرس الثوري الإيراني واتصاب كمان شوية. ودلوقتي زي ما انتوا عارفين الانترنت مقطوع جوه إيران بقاله أكتر من شهرين، فصعب جدا نأكد أخبار زي دي، بس الكلام ده جاي من الإعلام الإيراني، فممكن نفترض إن الحادثة فعلا حصلت. احنا بس مش متأكدين بالظبط ايه اللي حصل، هل فعلا كانت ذخيرة ما انفجرتش ولا كان في حاجة تانية؟ السبب في وجود شكوك حوالين التفسير اللي الإعلام الإيراني قدمه هو إننا شفنا وفيات غامضة كتير حصلت في الأسابيع اللي فاتت ليها علاقة بأعضاء الحرس الثوري الإيراني، فشكله فعلا مش مجرد أخطاء، ممكن يكون في حد بيستهدفهم. بس مع ذلك ده هيكون أكتر حادث دموي شفناه من ساعة ما وقف إطلاق النار بدأ في 7 إبريل. 14 شخص اتقتلوا، وممكن يكون في أكتر عشان في ناس مصابة وبيتعالجوا دلوقتي من كام يوم كان في تقرير بيقول إن إسرائيل كانت بتستعد تعلن فشل المفاوضات والموافقة على استئناف ضربات على منشأة إيرانية. التقرير ده مش حاجة كبيرة، لأننا بنسمع تقارير زي دي من الإعلام الإسرائيلي والأمريكي كل شوية. بس بعدين وزير الدفاع الإسرائيلي قال كده: ممكن قريب نضطر نتحرك تاني في إيران علشان نضمن إن النظام هناك ما يقدرش يهدد إسرائيل لسنين جاية. وطبعا التصريح ده مش معناه بالضرورة إن اللي حصل جوه إيران كان بسبب قوات إسرائيلية أو أمريكية، بس مع ذلك ده موضوع لازم نتابعه كويس، وبرضه في أسباب تخلينا نصدق، وممكن الإيرانيين نفسهم اللي عملوا كده. والسبب ده جاي من سياسيين إيرانيين قلقانين جدا من حدوث انتفاضة، لدرجة إنهم بقوا يصرحوا بتعليقات علنية عن الموضوع. امبارح بس النائب الإيراني سابيدي قال إن السلطات بتقيد الوصول للإنترنت الدولي أثناء الحرب بسبب الخوف من إنه يستخدم لتنظيم اضطرابات. لو الإنترنت اتفتح ممكن المرتزقة اللي معاهم سلاح ينظموا تجمعات عن طريق الشبكات دي. سابيدي كمان أشار للانتفاضة الوطنية يوم 8 و9 يناير اللي قوات الأمن قتلت فيها آلاف المتظاهرين، وقال إنه أحداث مشابهة ممكن تحصل تاني لو تم رفع القيود. هو قال إن الإغلاق اتقرر من المجلس الأعلى للأمن القومي وحيفضل مستمر طول ما ظروف الحرب موجودة. تصريحات زي دي هي الدليل القاطع إننا مش محتاجين ندور على دليل إذا كان الشعب الإيراني بيدعم النظام ولا لا. عندنا مسؤولين في النظام نفسهم بيقولوا علنا إنه لو الإنترنت اتفتح تاني ممكن يبقى فيه احتجاجات زي اللي حصلت في يناير. هم إعلانين من الشعب الإيراني أكتر من الحرب. الاقتصاد بينهار بسبب قطع الإنترنت، لكن مع ذلك المسؤولين بيفضلوا يقطعوه بدل ما يخسروا السلطة بسبب المتظاهرين. وفوق كل ده الإعدامات لسه مستمرة جوا إيران، يعني نقدر نفضل نضيف على عدد الناس اللي نعرف إنهم ماتوا أثناء الاحتجاجات في يناير. من كام يوم بس كان عندنا رئيس القضاء الإيراني، الشخص ده هو القاضي الأكبر في إيران، وصرح إنهم هيكملوا إعدام أي حد له علاقة باحتجاجات يناير. اسمع بنفسك، الكلام كان على الهواء مباشرة. واحدة من مطالب الناس هي إنه الشخص، واحدة من الطلبات المشروعة للناس هي إن اللي ارتكبوا جرائم أو اللي تعاونوا مع العدو أو اللي ممكن يكونوا عملاء للعدو جوه أو برا البلد يتم ملاحقتهم وتحديد هويتهم بسرعة ومحاكمتهم فوراً. وطبعاً من الطبيعي إن ده يحصل حسب القانون وبناءً على الإنصاف والعدل، وده بالضبط اللي العدو مش عايزه. الأشخاص الحقيرين الملاعين دول بيعتقدوا مثلاً إن القضاء بيتصرف حسب رغبتهم. إحنا بنقول ما ينفعش يتعدموا. أنت مين عشان تقول ما ينفعش يتعدموا؟ أنت غلطان لما تقول إن مجرم سفك دم أحبابنا وناسنا الغاليين وحاول يعمل فوضى وقت الحرب ما ينفعش يتعدم. إحنا هنعاقبهم بأي عقوبة ينص عليها القانون.
إحنا مش بنهتم بكلام ونقاشات الناس المتكبرين دول اللي فاكرين إن لسه عندهم سطوة الغطرسة، القوة اللي هم نفسهم مصدقين إنهم كانوا يمتلكوها. علشان كده أنا بقول لكم تاني وبأكد، وأنا عايز القضايا تتعامل بسرعة ودقة، والأحكام تصدر في أسرع وقت حسب القانون، وتتطبق ويتبلغ بها في كل المراحل. تكون حكومة روز بيفي تتنفذ بسهولة في كل الدول. المسؤولين الإيرانيين وبالذات الحرس الثوري عندهم هوس لدرجة أنهم بيقتلوا الناس لمجرد استخدامهم ستارلينك، لمجرد اتصالهم بالإنترنت. شوف التقرير ده. حسام الدين اللي هو أب لطفلين اتضرب لحد الموت بعد ما اتقبض عليه عشان استخدم ستارلينك للدخول على الإنترنت. مهم نوضح أن ستارلينك ممنوع في البلد من يوم 28 فبراير من وقت ما بدأت الحرب، ومع كده الناس بيتقتلوا من غير حتى ما يتحاكموا. الناس دي بتتقتل في السجون عشان استخدموا ستارلينك ولمجرد الاتصال بالعالم. ألادين اتقبض عليه في الأسبوعين اللي فاتوا بعد ما اتهموه أنه اتصل بالإنترنت عن طريق ستارلينك، وما قدموش أي دليل على الاتهام ده. ما ادهوش فرصة يدافع عن نفسه، حتى ما دخلش المحكمة خالص، اتضرب في السجن، ودلوقتي هو مات. جثته اتصادرت وما رجعوهاش لأهله غير لما وافقوا يوقعوا على عقد بيقول إنهم مش هيتكلموا قدام الناس عن اللي حصل، وده كان المسؤولين والجنود الإيرانيين بيعملوه من زمان. وقت الاحتجاجات كانوا بيقتلوا الناس وكانوا بياخدوا الجثث لمكان مركزي عشان العائلات تيجي تتعرف على الجثة، بس كانوا يقدروا ياخدوا الجثة بس لو وافقوا يدفعوا ثمن الرصاص اللي اتقتل بيه قريبهم، وكمان لو وافقوا ما يتكلموش في الموضوع قدام الناس، ولو وافقوا يقولوا انه كان من الشرطة ومن النظام وانه ما كانش متظاهر. لو وافقوا يوقعوا على ورقة بتقول انه كان من النظام، ساعتها وبس يقدروا ياخدوا الجثة. دلوقتي لازم تفهم ان الحاجات دي غالبا مش مناسبة ليوتيوب، دي حاجات حساسة. فاهم لو يوتيوب مش عايز يعرض ده، بس ده واقع الشعب الإيراني يوميا، وعشان كده بنغطي حرب إيران. ياريت تدوسوا لايك واشتراك تحت عشان ده بيساعد الفيديو يوصل لناس أكتر. دلوقتي هنتكلم عن اللي بيحصل في المفاوضات، وللأسف ما عندناش معلومات جديدة كتير. امبارح اتكلمنا عن ازاي إيران بعتت اقتراح جديد واللي هو أحسن شوية من اللي بعتوه من حوالي أسبوع، بس لسه مش عارفين التفاصيل الدقيقة اللي موجودة في الاقتراح الجديد ده، لكن اللي نعرفه ان امريكا غالبا مش هتوافق عليه. ده اللي قاله الرئيس ترامب بخصوص الاقتراح امبارح، اسمع بنفسك. فهم عايزين يعملوا صفقة بس انا مش راضي عنها. ايران عايزة تعمل صفقة عشان ما عندهمش جيش تقريبا، وهم عايزين يعملوا صفقة بس انا مش راضي. عارف القيادة هناك متفرقة جدا ومش ودودة، حتى مع بعض مش قادرين يتفاهموا. هم متلخبطين جدا جدا من اللي حصل، عشان تقريبا معظم جيشهم اتدمر، بس احنا لسه متكلمين مع ايران نشوف ايه اللي هيحصل. بس اقدر اقول اني مش مبسوط. القيادة عندهم متفرقة جدا ودائما بيتخانقوا مع بعض، بيرجع واحد يقول حاجة والتاني يقول حاجة تانية، هم متلخبطين جدا. واضح ان بلدهم اتدمرت بصراحة، البحرية بتاعتهم راحت، القوات الجوية بتاعتهم راحت، كتير من جنودهم للأسف راحوا. لازم يلاقوا حل حالان، وأنا مش راضي عن اللي بيعملوه. دلوقتي زي ما قلت قبل كده احنا مش عارفين التفاصيل الدقيقة للاقتراح الجديد اللي ايران بعتته، بس التفاصيل اللي احنا عارفينها جاية من تقارير اكسيوس، ودي مؤسسة إخبارية كانت شغالة كويس جدا في تغطية كل اللي بيحصل بخصوص المفاوضات. طيب هنا في مقابلة مع الصحفي اللي كان بيغطي كل القصص دي، وهو بيشارك بالظبط ايه اللي كان موجود في الاقتراح الإيراني المضاد، أو أظن الرد على الاقتراح المضاد، فاسمعوا معايا. ايه آخر حاجة عرفت عن الاقتراح اللي إيران بعتته فعلا؟ فالاقتراح ده في الحقيقة هو رد على التعديلات الأمريكية اللي تم تسليمها لإيران عن طريق مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف يوم الاثنين. اللي ستيف ويتكوف بعته للإيرانيين هو في الأساس محاولة لإدخال قضايا تانية
تاني في مسودة الاتفاق، ودي قضايا متعلقة ببرنامج إيران النووي. قضايا الإيرانيين حاولوا يقلروها من الاتفاق ويركزوا بس على مضيق هرمز، ويتكوف طلب يرجعوها تاني للاتفاق. الإيرانيين بعتوا ردهم امبارح بالليل عن التعديلات دي. على حد علمي الإيرانيين قربوا أكتر لتعديلات أمريكا لكن ما قبلوهاش، وعشان كده أظن الرئيس ترامب قال إنه مش راضي عن رد الإيرانيين اللي لسه ما كانش فعلا متوافق مع اللي أمريكا كانت عايزاه. دلوقتي لو المفاوضات ما حلتش فعلا مشكلة النووي، لازم نفترض، أو أظن أي حد هيفترض، إن الحرب هتبتدي من جديد. وبالنسبة للخيار ده، الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط ما قلش فعلا. في الحقيقة احنا شايفين طيارات امداد أكتر وأكتر بتروح قواعد أمريكا ومواقع العمليات الأمريكية التانية في المنطقة. ولسه امبارح كان عند الرئيس ترامب اجتماع سري جدا والإعلام عرف عنه، وفي الاجتماع ده قابل قادة عسكريين وادوله اختيارات عن اللي أمريكا ممكن تعمله لو المفاوضات ما مشيتش. دي كانت تعليقاته عن الموضوع. كان في قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم جه هنا امبارح، كان بيشرح لك نهج مختلف أو اختيارات. إيه نوع الاختيارات دي؟ وإزاي هتكون مختلفة؟ يعني اختيارات أقصد، هل عايزين نروح ونضربهم جامد ونخلص عليهم للأبد، ولا نحاول نعمل صفقة معاهم؟ يعني دي هي الاختيارات. أنت عايز تروح وتضربه جامد؟ أفضل لا، من الناحية الإنسانية أفضل لا، بس ده هو الخيار. احنا عايزين ندخل عليهم بقوة ونمسحهم من على وش الأرض، ولا احنا عايزين نعمل حاجة هم وحدة مفككة جدا زي ما انت فاهم يا بيتر، مفككين جدا، يعني مش متفاهمين مع بعض، وده بيحطنا في موقف وحش. مجموعة عايزة تعمل صفقة معينة والمجموعة التانية عايزة تعمل صفقة معينة، حتى المتشددين كمان عايزين يعملوا صفقة. ليه لا؟ هم ما عندهمش بحرية، ما عندهمش قوات جوية، ما عندهمش دفاع جوي، هم ما عندهمش أي حاجة. دلوقتي عشان نفهم ليه إيران بتتصرف بالطريقة دي دلوقتي، لازم نرجع ونشوف إيران وصلت للوضع اللي هي فيه إزاي. ده مش معناه بس أننا نرجع لسنة 1979 لما حصلت الثورة الإسلامية. في الحقيقة لازم نرجع أكتر لورا، لوقت ما كانت سلالة القاجار بتحكم إيران في القرن ال19، ونشوف إزاي القرارات اللي الطبقة الحاكمة أخدتها وقتها لسه بتأثر على إيران لحد النهاردة. طيب عارف إيه؟ ده بالظبط اللي احنا بنعمله في البودكاست بتاعنا اللي نزل النهاردة، واللي عبارة عن أكتر من جزء. لو مهتم بتاريخ إيران وإزاي وصلنا اللي احنا فيه، لازم تروح وتسمعه. تقدر تتفرج عليه عن طريق الضغط على الروابط في الوصف، أو ببساطة تقدر تتفرج عليه لما تدوس على الشاشة في نهاية الفيديو. يعني ببساطة دوس على الفيديو اللي ظاهر قدامك على الشاشة.